مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس. قسم الكادر التدريبي لمنتخب العراق إلى قسمين: الأول في ملعب القوة الجوية لمتابعة مباراة القوة الجوية وأمانة بغداد، والثاني في ملعب تدريبات نادي الزوراء لمتابعة تدريبات الفريق. مهند علي يوقع اليوم على كشوفات نادي الشرطة بعد فشل انضمامه لأحد الأندية الأوروبية. ريال مدريد اختار تشابي ألونسو ليكون مدرب الفريق الموسم المقبل. لاعب المنتخب الأولمبي ذوالفقار يونس ينضم إلى صفوف دهوك لمدة سنة قادما من الشرطة بنظام الإعارة. تباس بنسبة من 70 إلى 80 مبابي سيكون في الدوري الإسباني الموسم المقبل. الاتحاد الآسيوي يعلن فوز علي جاسم بجائزة أفضل لاعب شاب. حسين جبار يفسخ عقده مع نادي أحد السعودية للتوقيع مع القوة الجوية.